كم مرة زعلت في حاجة ضاعت منك وبعد فترة اكتشفت إنها كانت شر ليك؟ وكم مرة تمنيت حاجة بكل قلبك ولما ما حصلتش عرفت بعد سنين إن ربنا أنقذك منها؟ إحنا بنشوف جزء صغير من الصورة، لكن ربنا سبحانه وتعالى شايف الصورة كلها. ممكن تكون بتبكي على باب اتقفل وربنا بيحميك من مصيبة وراه. ممكن تكون زعلان على رزق اتأخر وربنا بيجهز لك رزق أحسن منه بكتير. ممكن تكون موجوع من ابتلاء وربنا بيرفع درجاتك وبيكفر بيه ذنوبك. كلنا مليانين ذنوب. المشكلة إن ناس كتير عايزة كل حاجة تحصل على مزاجها. لو نجحت تشكر، ولو فشلت تعترض، ولو أخدت اللي بتحبه ترضى، ولو اتحرمت تزعل. لكن المؤمن الحقيقي بيرضى في الحالتين، يرضى وقت الفرح ويرضى وقت الحزن، يرضى وقت الغنى ويرضى وقت الضيق، لأنه عارف إن اللي اختاره ربنا له أحسن من اللي كان هيختاره لنفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. شوف الجمال، كله خير مش بعضه، كله سبحان الله. حتى البلاء خير، حتى الألم خير، حتى الدموع أحيانا خير، بس الخير ده محتاج قلب مؤمن يشوفه.